ايه قسم اليقظه؟ ما هي بنرجع عمليه الجسم في الحمل والولاده، والحمد لله الحمد لله على خير، ربنا يكملك على خير ان شاء الله يا في الف سلامه. النهارده احنا يعني بنعمل زي عاملين لحضرتك كده توعيه، او عاملين لحضرتك هديه من النمو بتاعك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لانك تهمنا عملنا ليك سجل ذكريات للادويه، بيبتدي مع حضرتك منذ لحظة الولادة على خير، وممتد مع حضرتك إلى ما شاء الله من العمر والصحة. زي ما احنا شايفين أول صفحة البيانات الشخصية بتاعت حضرتك. بعد كده قسم الأدوية، وفي قسم الأدوية بنكتب السن وبنكتب الوزن وتاريخ بدء الأدوية والدواء وسبب أخذ الدواء إيه وملاحظات عليه. وكمان في حاجة، لو الدواء ده تم أخذه بواسطة الأم بتكتب في خانة الملاحظات إن الدواء ده الأم هي اللي أخدته، وبتقول ملاحظاتها إيه على الطفل. لأن زي ما حضراتكم عارفين بيحصل نسبة إفراز من الأدوية في اللبن، فبيتأثر ممكن الطفل بيها، يعني يعيط، يجي مغص، يسهر، ينام كتير، على حسب كل واحد واستجابته. بعد كده قسم الأشعة والتحاليل، حضرتك أي أشعة أي تحاليل بتعملها بتحتفظ بيها في السجل بتاع حضرتك. بعد كده قسم العمليات، إذا اضطررنا لعمل أي عملية من أي نوع، سواء بسيطة اللي ما بتحتاجش لتخدير أو كبيرة تحتاج لتخدير، بنسجلها وبنسجل ملاحظات عليها اللي الدكتور قال لنا عليها والتعليمات بتاعتنا. بعد كده قسم الحساسية، والحساسية هنا بتشمل حساسية الطعام أو حساسية الدواء. هتسجل لنا اسم الدواء اللي بيحصل لك منه حساسية أو اسم الطعام اللي حصل لك منه حساسية. كمان في ناس بتلاحظ إنها لما بتاكل أكلة معينة وهي بتاخد دواء ماشية عليه بتتعب، فبرضو حضرتك بتسجلها. هنا حبينا نلفت نظر حضراتكم للتطعيمات الإضافية الضرورية اللي غير تابعة لوزارة الصحة، وبنتمنى إن لو حصل أي حاجة من أي تطعيم سواء التابعة أو غير التابعة، حضرتك بتتواصل معانا حتى لو ارتفاع في درجة الحرارة أو ألم مكان الحمل. وإن شاء الله يسعدنا استقبال أي استفسارات لحضراتكم أو أي شكوى من أي دواء عبر قنوات التواصل معنا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.